تفتكر لو جبنا 3 أجهزة اقتصادية ب3 أحجام مختلفة وحطيناهم جنب بعض، يعني مثلا الالترا سليم اللي على قد كف الايد، ولا الديسك توب، ولا الجهاز التاور، التلاتة ليهم استخدامات مختلفة واحجام مختلفة. الاتش بي ال 705 الجي 3 الميني اللي هو في ايدي ده، او الاتش بي ال 705 الجي 3 الديسك توب، او اللينوفو التاور الام 700. بس هنا التحدي الحقيقي، مين الافضل في الاداء، ومين الافضل في الحجم، ومين الافضل في التصميم، وايه الافضل لو عايز تجيب جهاز تشتريه مره واحده وما تدفعش فلوس على الفاضي. وفي العرض ده هنفصص ال3 اجهزه واحده واحده، ولو انت من اخواتنا وحبايبنا اللي بنشحن لهم في كل المحافظات خليك معايا لاخر الفيديو، هنشرح طريقه الشحن والدفع وكل حاجه. AI Store Computer Service. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. لو أول مرة تشوفنا فاحنا بنقدم أقوى محتوى عن بيع الأجهزة الاستيراد، وبنساعد العميل في إنه يختار الجهاز الأنسب لكل احتياجاته. ما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك وتفعل زر الجرس عشان ما يفوتكش كل العروض الجديدة. النهاردة جايبين لحضراتكم 3 عروض اقتصادية بداية من 4000 جنيه لحد 5000 جنيه، سواء أنت شركة أو مكتب أو حتى عايز تفتح محل وتخلي جهاز كاشير وفي نفس الوقت عايز تلم الدنيا ويبقى الموضوع بالنسبة لك مش هتصرف كتير، او مثلا عندك اطفال وعايز لهم جهاز، او عندك شباب وعايز جهاز اقتصادي يشغل معاك العاب وفي نفس الوقت ما تقطعش منهم. ونبدا من الاصغر للاكبر، ومعانا اصغر جهاز موجود في مصر اللي هو الاتش بي 705 الجي 3 ده يا جماعه كيسه كمبيوتر للناس اللي اول مره تشوف الحجم ده او تشوف المساحه دي كيسه كمبيوتر اسمه اتش بي 705 جي 3، عليه بروسيسور اي ام دي 8 رقمه 8770. في ناس بتقول لك جيل 8، ولكن هو ما بيتقاس في الاي ام دي بان هو جيل 8، هو ده بيوازي الكور اي 5 الجيل السادس. الرقم بتاعه 8770 زي ما قلنا. عليه رام لابتوب 8 جيجا دي دي ار 4، مش حاجه قديمه ولا حاجه مثلا بقالها سنين كتير، لا ده راماتها رامات حديثه ورامات لابتوب، حاجه محترمه جدا. وزي برضو ما اتعودنا هنشوف برضو حاله الجهاز من جوه عامله ازاي. وعليه هارد اس اس دي 128 جيجا، ومعاه الادابتور الاصلي بتاعه الاتش بي، وعليه كارت فيجا داخلي 512 يشغل معانا الالعاب المتوسطه. الجهاز ده فقط وحصري لعملاء شركه اي ب 4000 جنيه، حتى نفاذ الكميه، والكميه مش كبيره، يعني هما مثلا 15 قطعه اللي موجودين. وزي ما اتعودنا مع بعض نشوف حاله الجهاز داخليا وخارجيا ونوصف المخارج بتاعته. الالترا سليم الاتش بي 705 الجي 3، نشوف كده حالته داخليا. ما شاء الله الاجهزه يا جماعه حالتها محترمه جدا جدا جدا. دي حاله الجهاز داخليا اهي. طبعا الجهاز بيجي معانا باختام وبالسيريال نمبر بتاعه وكل حاجه. الجهاز طبعا عندنا بالحاله دي من جوه. هنفك بس لو عايزين نركب هارد اتش دي بيركب معانا هنا، مفيش اي مشكله، بيركب وبيتلزق بالدبل فيس اللي موجود ده، اللي لسه ما اتلزقش عليه حاجه اصلا. يعني ده يدل ان الاجهزه ما شاء الله ما حدش استخدمها في مصر قبل حضرتك. هنفك ال3 مسامير دول اهو، ادي مسمار والتاني وادي التالت. بيظهر عندنا كده مكان الهارد الانفيمي، عوزت تحط هارد انفيمي مفيش اي مشكله. دي طبعا مخارج الجهاز، بيبقى فيه يو اس بي 3 من قدام، وطبعا زرار الباور والسوكت بتاع السماعات ال3.5. وعندنا الناحيه الثانيه من ورا بيبقى فيه مدخل الشاحن طبعا اوريجينال، بيبقى فيه المكان الايثرنت، و2 يو اس بي 2 و2 يو اس بي 3، والكمايه بتاعه تحديث الريسيفر، وكمان الفيجا والديسبلاي بورد. ولو وصلت لغايه هنا ما تنساش تشترك في القناه، تعمل لايك وتفعل زر الجرس عشان ما يفوتكش كل العروض الجديده. ونروح للعرض الثاني اللي معانا، هو جهاز اتش بي 705 جي 3، برضو نفس الموديل بتاع الجهاز ده، هو نفس الموديل بتاع الجهاز ده باختلاف الحجم يا جماعه، عشان بس الناس تبقى عارفه. هنا برضو في اختلاف ما بين الجهازين، ان الجهاز ده الرامات بتاعته بي سي عاديه اللي هي الرامات العاديه، والجهاز ده الرامات بتاعته زي ما قلنا في العرض اللي قبليه رامات لابتوب مش رامات بي سي. طيب الجهاز ده اتش بي 705 جي 3، عليه نفس البروسيسور ولكن A12 رقمه 8770، اي ام دي A12 رقمه 8770، عليه رام 8 جيجا دي دي ار 4 تبقى قطعه واحده في الغالب، عليه هارد اتش دي 500 جيجا، وعليه كارت شاشه داخلي 1 جيجا دي دي ار 5، يقدر يشغل معانا الالعاب الحديثه، يشغل بيس 21، يشغل جاتا في على اقل اعدادات او في المتوسط. يعني برضو الناس لما هتاخده هي اللي هتكتب رايها في الكومنتات.
الجهاز ده فقط وحصري لعملاء شركه اي اي ب 4250 جنيه حتى نفاذ الكميه. وزي ما اتعودنا مع بعض نشوف حاله الجهاز داخليا وخارجيا ونوصف المخارج بتاعته. ده الجهاز الاتش بي 705 الجي 3. طبعا عندنا 4 سلوت رام، نقدر نزود رامات زي ما احنا عايزين، مفيش اي مشكله. طبعا دي الحاله الداخليه بتاعت الجهاز، ما شاء الله حاله محترمه جدا جدا جدا. عندنا بيكون في الجهاز 3 ساتا، نقدر نوصل عليه 3 هاردات في نفس التوقيت، مفيش اي مشكله. طبعا بيكون عندنا بي سي اي اكسبريس في منه 2، نقدر نحط كروت شاشه خارجيه برده لو عايزين. حاله الجهاز اهي من قدام، عندنا 4 يو اس بي منهم 2 يو اس بي 3 و2 يو اس بي 2 منهم واحده فاست تشارج. وعندنا طبعا مدخل السماعات. الجهاز من ورا بيكون فيه طبعا مكان الباور ومكان السماعات، وعندنا 6 يو اس بي منهم 4 يو اس بي 3 و2 يو اس بي 2 وتحديث الريسيفر والفيجا و2 ديسبلاي بورد. وعايز اقول لك ان الجهاز اللي جاي ده في العرض الثالث هو ارخص جهاز تاور جيل سادس في مصر. هو جهاز لينوفو رقمه ام 700، عليه بروسيسور كور اي 5 من الجيل السادس رقمه 6500، عليه رام 8 جيجا دي دي ار 4، وعليه هارد اتش دي دي 500 جيجا، والباور سبلاي بتاعه 250 واط. والجهاز ده فقط وحصري لعملاء شركه اي اي ب 5000 جنيه حتى نفاذ الكميه. وزي ما اتعودنا مع بعض نروح نشوف حاله الجهاز داخليا وخارجيا ونوصف المخارج بتاعته. ده الجهاز اللينوفو الام 700 التاور الكور اي 5 الجيل السادس. ده شكله من قدام، بيكون عندنا 2 يو اس بي 3، وعندنا مدخل المايك والسماعات. طبعا بيبقى فيه دي في دي، طبعا رايتر. دي حاله الجهاز من قدام اهي، ما شاء الله حالات محترمه جدا يا جماعه. عندنا ورا بيبقى فيه ديسبلاي بورد وفيجا والكميه بتاع تحديث الريسيفر، و4 يو اس بي منهم 2 يو اس بي 3 و2 يو اس بي 2 ومدخل اللان ومدخل السماعات. طب حد يقول لي انهي افضل وانهي ادفع فيه فلوس واحس ان انا دفعت فلوسي في حاجه قيمه؟ بص يا باشمهندس، انا الثلاث عروض اللي جايبها لك مش جايب لك عرض فيهم تعبان، الثلاث عروض كلهم كويسين، ولولا الاذواق لبارت السلع. فانا جايب لك النهارده 3 اجهزه ما شاء الله امكانياتهم كويسه جدا، برضو راماتهم دي دي ار 4 حاجه حديثه مش حاجه قديمه، هتفيدك وهتنفعك وهتبقى كويسه معاك. بس في واحد عايز جهاز الترا سليم ما ياخدش مكان على المكتب، وفي واحد ممكن يحط جهاز ديسك توب زي كده على المكتب ويحط عليه الشاشه، وواحد مش هتفرق معاه الحجم، هيحط الجهاز في اي حته وهيحط الشاشه جنبه. فلولا الاذواق لبارت السلع. وبرده لو انت محتار ومش عارف تعمل ايه، عندي على الرقم ال 0100 اللي هتلاقيه موجود تحت في الوصف بتاع الجهاز عامل لك خاصيه الذكاء الاصطناعي. بدل ما تخش تسال شات جي بي تي وترجع تكلمني على الواتس، لا انا جايب لك شات جي بي تي لحد عندك على رقمي. وفي نفس الوقت على صفحه الفيسبوك لما هتتخش تتواصل معانا هتلاقي الذكاء الاصطناعي بيساعدك في اختيار الجهاز. فدي حاجات برضو احنا بنعملها عشان زي ما بنقول احنا بنساعد العميل في اختيار الجهاز الانسب لكل احتياجاته. ولكل اخواتنا وحبايبنا اللي بنتشرف ان احنا بنشحن لهم في كل المحافظات، حضرتك هتحول لنا 500 جنيه جديه شراء بتتخصم من ثمن الجهاز، سواء انستا باي او محفظه فودافون كاش، على الارقام اللي موجوده تحت في الوصف. وهتدينا على الواتس الاسم والعنوان والرقمين تليفون. عايز بقى نشحن لك مع البريد يوصلك لغايه باب البيت وتدفع الباقي للمندوب، ماشي. عايز الجهاز يوصلك مع شركه الشحن وتدفع الباقي عند الاستلام في المحافظه والمركز بس، برضو مفيش اي مشكله، احنا تحت امر حضرتك. واحنا بنصور لحضرتك الجهاز فيديو زي ما اتفقنا بالامكانيات والمواصفات اللي اتفقنا عليها، وبنغلفه كويس جدا وبنشحنه لك مع شركه الشحن او مع البريد. ولما المندوب بيجي لك بتدفع باقي ثمن الجهاز. وحد يقول لي ايه العروض اللي جايه؟ العروض اللي جايه اتش بي زد 240 كور اي 5 من الجيل السادس، اتش بي زد 240 كور اي 5 من الجيل السابع، اتش بي زد 240 كور اي 7 من الجيل السابع. موجود الزد 440 ال 2680 في 4، موجود الاتش بي الزد 640 السنجل والدول، موجود الزد 840 الدول بروسيسور. وفي مفاجآت عشان في اجهزه جات لنا غلطات في وسط الكميه اللي فاتت، اجهزه تجميع جيل تاسع كور اي 7 وجيل سابع اكس سيريس. وانتظروا مزيد من العروض اللي تجيب حضراتكم بامر الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.